السلام عليكم ورحمة الله. الصفحة الرسمية للنادي الأهلي كمان الكابتن أحمد شوبير أعلنوا النهاردة تولي الكابتن وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالنادي الأهلي، وكمان الكابتن عماد النحاس هيقوم بأعمال المدير الفني. نفس الكلام اللي قلته لك إنه هيحصل من فيديوهين 3 سابقين، وكمان النهاردة جاي أضيف لك تفصيلتين 3 مش هتسمعهم بإذن الله عند أول واحد إلا عند العبد لله. بس قبل ما اقول لك اي حاجة صلي على حبيبك سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولو انت مش متابعنا تابعنا عشان ما يفوتكش كتير، والله اللي مش متابعنا فايته كتير قوي. وما تنساش تدعم اخواتك وتقدر مجهودهم بلايك على الفيديو، لان دعمكم لينا هو اللي بيخلينا نستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. 50 شايك الجميلة وصحصح معايا. بعد اعلان الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عن تولي الكابتن عماد النحاس، الكابتن أحمد شوبير طلع وقال تفاصيل كتير، كان أهمها إن الكابتن عماد النحاس هيمسك تدريب الأهلي مؤقت لحد ما يجي مدرب أجنبي، وهيختار جهازه من قطاع الناشئين وأولهم الكابتن محمد نجيب. الأهلي مش هيجيب أي مدرب من بره مع النحاس، وميشيل يانكون هيكون موجود ومحسوب على النادي، ومحمد يوسف مكمل عادي إن شاء الله. الكابتن وليد صلاح الدين في تصريح جميل بيقول لك ايه: ان تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي. كان حلم عندي من زمان وكنت شايف اني اقدر اتولى المنصب ده من فترة طويلة، لكن ربنا اختار التوقيت المناسب لوجودي. مش قلقان من اي حاجة وواثق من نفسي لان النادي الاهلي يمتلك كل شيء. واحنا يا كابتن وجمهور النادي الاهلي بنقول لك وبنطمنك ان احنا كلنا في ظهرك، وزي ما ان شاء الله الكابتن عماد النحاس نجح أول مرة، أنت والكابتن عماد النحاس تنجحوا إن شاء الله. نخش بقى على التفاصيل الجديدة والمهمة اللي بيدير ملف المدرب الأجنبي الجديد. الاتنين الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجى، واتقال إن بنسبة 90% المدرب الجديد أجنبي، بمعنى إن ملف الكابتن حسام البدري مقفول ومرفوض تماما. اتقال إن الأهلي تواصل مع المدرب جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي الحالي. الراجل كان مرحب جدا، لكن في عقبة كبيرة بتقف في وش النادي الأهلي، وهي فاضل له 5 شهور في عقده اللي هم بيساووا $1,000,000 تقريبا. كمان في خبر بيقول إن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع المدرب ماركو روزا أكتر من مرة، لكن طلباتهم بالغ فيها قوي. الراجل طالب 6 مليون يورو في السنة، وده رقم كبير قوي بالنسبة لميزانية النادي الأهلي. كمان عندي خبر إن النادي الأهلي ابتدى مفاوضات مع الألماني روجر شميت، لكن لحد دلوقتي مفيش تفاصيل. ما تنساش تدعم اخواتك بلايك على الفيديو، لأن دعمكم لينا هو اللي بيخلينا نستمر. وصلي على النبي.